أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا لآخر فقرة موجودة معانا النهاردة في يوم جديد، وهي فقرة متعلقة بإبداع الشباب المصري. الفقرة اللي موجودة معانا دلوقتي بتتحدث عن الأدب الساخر، وهو يمكن من أنواع الأدب القريب جدا من قلوب المصريين، حتى لو ما كانش الشخص يعني ناهم في القراءة، لكن كل المصريين بيحبوا الأدب الساخر. السخرية موجودة في الشعب المصري بشكل عام، وموجودة بشكل كبير في ضيفنا في هذه الفقرة الكاتب فادي سليم. أهلا بك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور. أول حاجة طبعا عايزة أقول لك مبروك على الديوان، أجدد ديوان ليك، وأول ديوان بينشر في طبعة ورقية. دنيا ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، متشكر. ديوان دنيا تحديدا ديوان شعر ساخر. ليه اسمه دنيا؟ هي دنيا ديوان عبارة عن مجموعة من الرباعيات. ابتدت الأول رباعية، يعني أنا بعد ما كتبت الرباعية، حضرتك عارفة كان رباعيات صلاح جاهين. نعم. كان بعد ما بيختم الرباعية بيكتب وعجبي. فأنا بعد ما كتبت أول رباعية لقيت، يعني كنت عايز أمشي على النهج ده، فلقيت الكلمة المعبرة عن الرباعية دي، إن الشاعر اللي بيقول الرباعية دي أو الشخص اللي بيقول الرباعية دي هيصمت شوية وبعدين يقول دنيا. بعد شوية جات لي فكرة تانية إن أنا أكتب رباعية بعديها، وختمتها بنفس كلمة دنيا. بعد شوية تالتة ورابعة، فهي ابتدت الأول رباعية صغيرة، وبعدين فضلت تتمدد لغاية ما بقى ديوان بحاله. فهو عبارة عن أسجال ورباعيات، بس هي معظمها رباعيات بتنتهي كل رباعية منها بكلمة دنيا، اللي هو بنقولها بنمد لما عايزين نستغرب عن حال الحياة والعالم، نقول دنيا. الناس كتير في كتاباتك أحيانا تقول إن أنت يعني متأثر إلى حد ما بالكاتب عمر طاهر. هو يمكن عشان الشكل، هو جاي من أكثر من شخص كمان، يعني حتى بالكتابات، الشكل والكتابات. هو أنا ما تعمدتش الحكاية دي، يعني أنا في كذا حد قال لي الحكاية دي. أنا طبعا بقرأ لعمر طاهر وبقرأ لكذا حد، ففوجئت إن في ناس بتقول لي إن أنت فيك بعض من رخصاء في الشكل أو في الكتابة. طبعا أنا مش متعمد الحكاية دي، وبالعكس أنا حابب إن يبقى في ليا شخصية مميزة في الكتاب. بس أنا يعني اتفاجئت زي غيري. أنا توقعت يمكن أكتر إن حد يقول لي إن كتابتي متأثرة بالأستاذ اسعاد يونس، على أساس إنها الأقرب لقلبك مثلا من ناحية الكتابة، وبتتابعها باستمرار. أنا بحب أستاذ اسعاد جدا في الكتابة، يعني حاسس إن هي يمكن كاتبة قبل أن تكون فنانة، وقبل أن تكون منتجة، وقبل أن تكون موزعة. كاتبة جميلة. وبحب طبعا الأستاذ بلال فضل وأستاذ عمر طاهر وناس كتيرة. بس أنا ما توقعتش فكرة إن في ناس يقول لي أنت فيك في كتابتك أو حتى في شكلك الموضوع ده. بس يعني أنا سمعتها زي ما الناس بتقولها، لكن أنا ما تعمدتش الحكاية دي. ليه الأدب الساخر تحديدا هو اللي جرك ناحيته، يعني خاصة أن أنت ابتديت من بداية كتابتك وأنت بتكتب أدب ساخر؟ أنا لقيت إن ده يمكن أكتر حاجة بعرف أعبر بيها أو بتعبر عني، ويمكن هي كمان أقرب لقلب القارئ المصري والعربي، ويمكن عموما. بس أنا يمكن دي لقيت إن أنا لما جربت أكتب بالطريقة دي، حتى يمكن الموضوع ده ابتدى من أيام ما كنت يعني أيام في المدرسة. حتى موضوع التعبير بتاعي كان فيه جزء ساخر أو تهكمي، فكان لقيته إن هو حتى بينال الرضا والاستحسان. فيمكن ده شجع أكتر فيا فكرة إن يبقى فيه سخرية أو تهكم، وخلاني أقرأ يمكن أكتر في المجال ده، وخلاني أكتر برضو أنتقي إن أنا إيه اللي أكتبه وإيه اللي ما أكتبوش، بحيث إن أنا ما بقاش إن أنا حد بيكتب حاجة فيبان إن هو يعني زي ما بيقولوا بيستظرف. فأنا يعني حاولت أبعد كتير عن الناحية دي. ناحية الكتابة الساخرة في المجال ده، في ناس كتير بتستظرف في الفترة الأخيرة في الكتابات. هو يمكن في المجالات اللي فيها ضوء شوية، يعني تمثيل، طرب، كتابة السيناريو. في أدعياء. فكمان يعني زي ما في أدعياء أدب، لا كمان في أدعياء أدب ساخر، وفي أدعياء سخرية، وفي فكرة الحد اللي بيستظرف ده اللي هو فلان كاتب ساخر وناجح، طب ما انا كمان اكتب كذا كذا كذا، اللي هو ما عندوش مبدأ ان ده عنده روح بتخليه يكتب الكلام ده. فهو بيشوف الكاتب ده
بينهي جمله بايه، او بيستخدم مفردات ايه او الفاظ ايه او تعبيرات ايه، فبيحاول يقلده عشان يبقى ايه، انا كاتب، انا ساخر، انا متهكم، انا هزلي. لكن هو هو ده استظراف يعني. كتير من الكتاب اللي كتبوا السيناريو يعني هما بالأساس بيكتبوا مجال الأدب الساخر أو المقال الساخر وكتبوا السيناريو، بعد كده يمكن قربهم من السيناريوهات ومن عالم الفن، ولما الأفلام بتاعتهم والمسلسلات نجحت بقوا مشهورين. قبل كده يمكن بعضهم كان بعيد خالص عن الأضواء. انت قادر تقرا ده ازاي؟ شايف انه الروايه الساخره والشعر الساخر والزجل الساخر هتكون كافيه بالنسبه لك، ولا علشان تقترب اكتر من مجال الاضواء لازم تكتب السيناريو بقى الساخر؟ انا فعلا انتهيت من كتابه اول سيناريو ليا، بس هو لسه في مراحل التسجيل. بس انا مش بكتب سيناريو عشان اقرب من الاضواء او الشهره. لكن هو زي ما كان احسان عبد القدوس قال ان الافلام او السيناريوهات دي تسمى ادب سينمائي، فهي نوع من انواع التعبير. يعني انا بحب عالم السينما اصلا زي ما بحب عالم الكتابه، فانا فكرت كمان ليه ما اكتبش للسينما اللي انا بحبها. وخصوصا يعني اهم حاجه للفنان او للاديب او للشاعر ان يكتب حاجته او الفنان يرسم لوحته والناس تشوفها. لكن ايه معنى ان انا اكتب حاجه والناس ما تقراهاش، او ارسم لوحه والناس ما تشوفهاش؟ يمكن مجال السينما الناس بتشوفه اكتر، يمكن ده يخليهم كمان يشوفوا اللي كتب الفيلم ده عنده روايات ايه او اشعار ايه. فانا يهمني ان اللي انا اكتبه او اللي انا يعني ارسمه بقلمي انه يوصل للناس. فانا عايز اوصل فكرتي للناس. أنا كمان عايزة أتوقف عند أول رواية ظهرت ليك في الأسواق، في طبعا مطبوعة اللي ظهرت في يعني أول مهرجان للقراءة للجميع بعد ثورة 25 يناير. معرض الكتاب، نعم عفوا، معرض الكتاب معرض الكتاب القاهرة الدولي. والرواية يمكن اسمها غريب على الأذن العربية. جيجالو. تمام. جيجالو بمعنى إيه جيجالو؟ جيجالو ليها معنيين. هي كلمه انجليزيه بتستخدم في لغتنا العربي، لان هي ملهاش ترجمه. هي اول حاجه الترجمه بتاعتها اما الراقص المحترف او الرجل الذي يبيع جسده للنساء مقابل المال. هي ملهاش تعبير باللغه العربيه. حتى في اللغه العربيه الناس بتقولها بالكلمه الانجليزيه، بتقول فلان جيجالو يعني لاهي او عابس. ما بيقولوش تسميه ثانيه، هي ملهاش ترجمه. فدي ده تعبير عن فلان اللي هو بيبقى بيتصيد مثلا السيدات العجائز او كده مقابل المال. كانت ايه الفكره الرئيسيه الساخره اللي انت عايز تطرحها من خلال هذه الروايه؟ البطل عنده طموحه كبير جدا لدرجه ان هو خانقه، والطموح لا يصمت لا يهدأ. فهو طموح خلاه يمشي كتير جدا في الدنيا لغايه حتى ما اخده بره مصر. والبطل معتمد طول الوقت على فكره ان انا سيد نفسي، لاغي فكره ان في قدر وفي مشيئه. يعني مهما تعبت ومهما بذلت من مجهود في قدر ومشيئه، لا هو معتمد على ذاته وعلى دراعه. وفي ناس على فكره كتير بتقول يعني ده فكر حياتها اليومي، حتى لو هي قالت بمشيئه ربنا، بس هي من جواها لا، انا هعتمد على دراعي، انا هعتمد على نفسي، انا سيد نفسي. فهو ده الطموح اللي عنده بيتعارض دايما مع فكره اللي هو ايه ما يريده القدر. ففي صراع ما بين طموح الشخص المجتهد، وهو مجتهد، وما يريده القدر. فطول الوقت الروايه ماشيه صراع مشيئة القدر مع طموح واجتهاد الشخص، وهو فعلا بيبذل مجهود. في الفترة الأخيرة شفنا كتير من الأدباء الساخرين بيتجهوا للعناوين الصادمة، مش بس تكون عناوين ساخرة ولكن كمان عناوين صادمة. أنت تعمدت ده في الرواية دي؟ يمكن أنا كان في اسم مبدئي للرواية قبل كده، بس ما كانش معبر قوي عن الرواية. فأنا والناشر فكرنا في اسم من قلب الرواية يكون أكثر تعبيرا عنها، لأن هو الاسم الأولاني اسم يمكن تقليدي ونمطي، وده ضد يمكن فكرة الكتابة عندي أو الكتابة الساخرة عموما. فطلعنا الاسم ده من قلب الرواية، لأن هو حتى مذكور جوه الرواية. فاخترنا الاسم ده، لأن أنا دايما لما بكتب رواية، أنا عندي مثلا
فكرتين لروايتين تانيين، الاسماء بتاعتهم انا بكتب العنوان باللي انا شايفه كاديب. يمكن مش ده القارئ اللي بيشوف، اللي يشد القارئ، اللي يشد القارئ او اللي شايفه في الروايه. يمكن لما بتختاري الاسم ده بيكون اكثر تعبيرا واكثر جاذبيه وشهيه للقارئ. فعشان كده يمكن الاسم الصادم يمكن يكون اكتر تعبير عن الكتاب، خصوصا ان في الفتره اللي فاتت في هوس التقليد والنمطيه في كل حاجه. يعني كان في فتره كده اهو تلاقي كل الكتب عباره عن كلمتين اخرهم مصر، مش عارف مائده مصر، كرسي مصر، كاميرا مصر، ارض مصر، كنبه طب وبعد وجت بعديها موجه اللي هو كلمتين تعبير عن حاجه مش مفهومه، شباك مكسور، رف واقع، عجله نايمه، باب معوج. انا ما حبيتش العناوين دي خالص، يعني حاسس انها يعني لما كترت خلاص بوخت، فقدت معناها. بالظبط، يعني بقت افرغت من محتواها. ناس كتير بتقول انه الادب الساخر وكانه حكر على الرجل، يعني رغم انك معجب جدا بكتابات الكاتبه اسعاد يونس، الا انه هي من السيدات القلائل قوي اللي موجودين في المجال ده اللي ليها اسم. لكن بنشوف سيدات كتير احيانا بيبداوا بالادب الساخر وما بيكملوش. اللي بيكمل في هذه النوعيه تحديدا هم الرجال. هو يعني انا اعتقد المساله ملهاش دعوه برجل ومراه، ده بيبقى اختيار شخصي ما بين الكاتبه والمجال اللي هي عايزه تكتب فيه. يعني في سيدات كتير او كاتبات كتير بيختاروا مجال الشعر، يمكن دي اقرب لطبيعتهم، عاطفيه اكتر وجياشه بالعواطف اكتر. بس بعض الناس بتقول انه مجال الادب الساخر الاستمرار فيه صعب، يعني محتاج الواحد زي ما بيقولوا كده يحفر في الصخر علشان يستمر فيه، غير النوعيات الاخرى زي الشعر او كتابه الروايه العاديه او القصه القصيره. هو يمكن معظم الكتابه دلوقتي بقت محتاجه مثابره جامده وجهد جامد وموهبه كبيره. يمكن خصوصا ان ادباء كتير جدا من الشباب نشروا في الفتره الاخيره خصوصا من بعد الثوره برضو بنفس الطريقه، برضو اللي هو العناوين اللي هي اخرها التحرير، مقهى التحرير وترابيزه التحرير وناس في التحرير وناس في الميدان والكلام ده. ففي وسط كل ده بيبقى فيه اجتهادات شخصيه من كاتبات عايزين يكتبوا كتابات ساخره، بس في كتير منهم ما عندهمش ملكه الكتابه الساخره، فيمكن لما بيفشلوا او لما لم يوفقوا بيتركوا المجال ويرجعوا بقى المجال الشعر او القصه القصيره او القصه القصيره جدا. وبعض الناس بتقول بعض الناس كمان بتقول انها ملكه بالتاكيد، لكن الى جانب كده انه فكره انه الواحد يحصل على يعني زي ما بيقولوا كده الكريدت في بره، يعني زي انه الواحد تقدير. يحصل على التقدير في مجال الادب الساخر تحديدا والاهتمام، وانه الاسم يلمع في مجال الادب الساخر. يعني علشان الكاتب يحصل على الاحترام والتقدير يجب يكون اسم لامع تحديدا في مجال الادب الساخر. يجب ان يكون اسم لامع. الاسم لامع. ما هو الاسم بيلمع بناء على تاريخ من الكتابات. يعني كتب اول عمل ليه لاقى استحسان، او حتى لو لم يلاقي استحسان عافر وسابر وعمل الكتاب الثاني يمكن لاقى قليل من الاستحسان، فضل برضو يعافر لغايه ما عافرت قد ايه؟ انا بكتب من وانا في تانية اعدادي، بس يعني ان عقبال ما يطلع اول عمل ليا وان انا انقحه وان انا اكتبه وان انا اجمع حاجتي. طبعا انا كنت معظم الوقت بنشر الكتابه بتاعتي تدوينات الكترونيه، وكان عندي مدونتين وبوستات وحاجات زي كده. بس انا قلت انا عايز اقتحم المجال للقارئ اللي ما يعرفنيش، مش اللي هو الزميل او ودائما الكتابه الورقيه او الشيء المطبوع يعني حلم لكل كاتب. بالظبط. اللمعان بيجي من كده. هو طبعا مش السعي للمعان طبعا، برغم ان هو شيء كويس، بس هو السعي انه يوصل حاجته للناس. فهي لما توصل للناس عدد كبير من الناس ده ممكن يترجم ان هو لمعان، لكن هو النقطه انه وصل لقراء كتير. يعني ان لوحتي اللي انا رسمتها ناس كتير تشوفها وتعجبها وتقول الله دي لوحه حلوه. فيمكن من هنا الناس بتعجب باللي رسم اللوحه دي او اللي كتب الكتاب ده، فمن هنا يمكن بتيجي اللمعان. التقدير بتيجي مرحله لاحقه، ما هو يعني كتب حاجه وعجبت الناس وشارك في مسابقه او اخذ جايزه
او بناء على الحاجات اللي بيكتبها وبتعجب الناس بيقدروه. استاذ فادي سليم، يعني اخيرا ايه اقصى طموحاتك في مجال الادب الساخر؟ انا دايما بقول ان انا طموحي ان انا ابقى كاتب ناجح. فانا اللي انا دايما، ايه هو النجاح؟ يعني ايه مقياس النجاح بالنسبه لك؟ النجاح ان انا اوصل للقارئ، اوصل لعدد كبير من القراء، مش عشان ان الروايه توزع فيعود ليا عائد مادي كبير، لا لا لا، حتى لو ما فيش عائد مادي. هو العائد المادي طبعا كويس، بس هو ان زي ما اقول لحضرتك ان حد رسم، يعني حضرتك احنا مثلا في استوديو فيه مثلا رسومات، اللوحه الحلوه دي عشان اللي رسمها يحس ان هو رسمها وبذل مجهود فيها، ناس كتيره جدا تشوفها وتعجب بيها. هو ده النجاح، ان اللي انا ببرع فيه، او اللي انا فاكر ان انا يعني بارع فيه، انه يوصل لاكبر قدر من الناس ويعجبهم. المشروع القادم هيكون ايه ان شاء الله؟ أنا زي ما قلت لحضرتك ان في عندي سيناريو انا بسعى دلوقتي لتسجيله، وبعد كده من ثم تسويقه. اول سيناريو ليا فيلم روائي طويل، ربنا يسهل، بس هو في شويه اوراق مطلوبه مني محتاج ان انا اخلصها، وبعد كده احاول اسوقه. وفي بقى في الادراج، يعني عندي الديوان ده، عندي مشاريع، يعني عندي اشعار كتيره، يعني عندي اشعار كده ممكن تعمل كذا ديوان. وفي روايه او روايتين كنت ابتديت فيهم ولم انهيهم. وربنا يسهل، لو يمكن على السنه الجايه لو ربنا اراد، ممكن القارئ الورقي يلاقيني في جرايد اسبوعيه او حاجه، لو ربنا اراد. ان شاء الله ان شاء الله. بالتاكيد بنقول لك الف مبروك على الديوان، كمان على الروايه، ومستنيين بقى سيناريو ان شاء الله نشوفه مصور، يعني بإذن ان شاء الله نشوفه فيلم في السينما قريبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. في النهايه الكاتب فادي سليم بنشكرك على اللقاء ده. مشاهدينا كنا معاكم على مدى ساعه ونص، وكان معانا عدد كبير حوارات، حاولنا ان احنا نركز في الحلقه دي